اهلا بيكم بقى في الفاينل. احنا معانا 5 وحوش، الخمسه اللي فايزين من الحلقات اللي فاتت. متوقعين بقى مين يكسب فيهم، لسه مش عارفين بصراحه، بس الخمسه اجمل من بعض، فاحنا كده كده هنشوف. اهلا بيكم في دماغ تربو. هنا اللعب على ضغط البار، 5 متسابقين و4 جولات، وواحد بس هو اللي يكسب ال 5000 جنيه. اربطوا الحزام ودوسوا بنزين ويلا نشرح التحدي. أنا اسمي محمود جويش، أنا كنت موجود في الحلقة الخامسة والحمد لله ربنا وفقني وكسبت. بص، أنا ما كنتش عامل حسابي الصراحة الحلقة اللي فاتت دي إن أنا هكسب، بس الحمد لله عدت وكسبت. يعني كانت حلقة جامدة قوي بصراحة. النهارده بقى حلقة الوحوش دي مدعكة ما شاء الله، يعني الشباب باشنت قوي للعربيات والنولج بتاعتهم مرعبة، فمش عارف إيه اللي هيحصل، بس متحمس جدا للحلقة. يعني التشالنج المرة اللي فاتت بتاعت التسارعات دي كانت صعبة جدا جدا، لأن أنا في تسارعات كتير ما كنتش أعرف عنها حاجة. هم بيقولوا بقى إن المرة دي التشالنج أصعب، فربنا يستر نشوف بقى ايه اللي هيحصل. عجبني قوي في البرنامج فكره ان هم رابطين بين حاجتين انا بحبهم قوي، ان انت بتتشالنج ناس وفي نفس الوقت حاجه ليها علاقه بالعربيات، فاكتر حاجه انا بحبها في حياتي العربيات. وفكره التشالنج وسرعه الاستجابه، ان انت تدوس على الجرس الاول وهتقول الاجابه صح ولا غلط، والادرينالين اللي طول الحلقه دي حاجه بالنسبه لي تحفه بصراحه. انا اسمي مؤمن، جيت اول حلقه فور فن عشان اشوف ايه الدنيا ونتبسط ويبقى وقت لذيذ. ما كسبتش، جيت تاني حلقه عشان برضو الفايب اول مره عجبتني جدا، وجيت عشان اتبسط. لقيت نفسي كسبت بالصدفه، ولقيت نفسي مره واحده بيكلموني عشان اجي الفاينل. جيت لقيت ناس مرعبه، فربنا يستر. انا اسمي عمر، كنت جيت اول حلقه في البرنامج، كنت بعافر بصراحه عشان اوصل للفاينل، وعملت كومباك جامده جدا، بس برضه خسرت. النهارده حالفني الحظ ان انا اجي عشان سيفي اعتذر، واتمنى اكسب المره دي. يعني اتمنى. البرنامج بصراحه عجبني علشان هو اكتر ما هو مكسب او كده، فانا مبسوط بالفايب، بزود معلوماتي عن العربيات، الحاجه اللي انا بحبها، وفي نفس الوقت بقابل ناس انا مبسوط ان انا بقابلهم بصراحه. انا عبد الرحمن السيد احمد، انا جيت الحلقه الرابعه، والحمد لله حالفني الحظ في الراوند الاولى والراوند الثانيه والراوند الثالثه والراوند الرابعه كانوا بالنسبه لي اصعب راوندات، لان المعلومات اللي كانت فيها كانت صعبه. واتفاجئت في الاخر ان انا كنت جايب اعلى سكور في كل الحلقات بتاعه دماغ تربو لحد دلوقتي، واتحمست ان اجي الحلقه دي عشان اقابل الناس اللي كسبوا في حلقه الوحوش النهارده. السلام عليكم، انا عمر، جيت في الحلقه الثانيه. بالنسبه لي الاسئله كان في شويه اسئله صعبه واسئله بتلخبط، بس يعني كان الاغلب الحمد لله سهل. يمكن بصراحه الحلقه دي يمكن متوتر شويه، ان انا شفت مستوى الشباب اللي كانت جايه في الحلقه، بالذات انا عبد الرحمن بصراحه كنت شفت حلقاته كان قوي جدا بصراحه، مقلق منه شويه، بس باذن الله كله هيبقى سهل. يعني انا اللي حبيته في فكره البرنامج ان كلهم تقريبا شباب زينا، وكلها شباب فاهم في العربيات، لان انا يعني يمكن الكوميونتي بتاع صحابي مش كله فاهم في العربيات زيي، كنت بحس انها سترينج شويه وسط الناس. بس انا عجبني فكره البرنامج هنا ان هو مجمع الشباب اللي فاهمه في العربيات والناس اللي دماغها كيفه قوي في العربيات زيي، فالموضوع ظريف شويتين بالنسبه لي. مساء الخير، ازيكم، ايه الاخبار؟ معاكم احمد رشاد، والنهارده حلقه الفاينل. الحلقه دي كلنا مستنيينها بصراحه، لان دي الخمسه اللي كسبوا من الحلقات اللي فاتت، ودول منهم حد هيكسب 5000 جنيه كاش. انا متحمس قوي للحلقه دي، فايبس هتكون مختلفه، فيها كونسبتس، فيها حاجات حلوه كتير. بلس كمان ان احنا كان في سؤال دايما كانت الناس بتحبوش، فاحنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نلعب فيه ونغيره، وده هيبان اكتر، وهنشوف مين بقى اللي فعلا بجد اللي هيكسب، ومين اللي هيكسب، مين اللي كان بيكسب في الحلقات اللي فاتت كده وكده يعني، ومين اللي بقى اللي هيكسب النهارده بجد وحقه حقيقي، وهيبقى بطل سيزون 1 من دماغ تربو. الراوند الاولى سرعه الاسئله، 18 سؤال نار من الاسهل للاصعب، ومعاك 10 ثواني بس لكل سؤال، واسرع واحد على الجرس هو اللي هيجاوب. جاهزين؟ يلا نبتدي ونشوف مين هيودعنا من اول راوند. اول سؤال معانا ليه علاقه بالافلام. انت اكتر واحد هتزعل في الموضوع ده. لا بس اكيد ذاكر افلام. ما لحقتش والله على الامتحانات. في افلام جون ويك العربيه اللي اتسرقت منه ماستنج ماك 1. بوينت. الحمد لله. خش على السؤال الثاني. طبعا كلنا عارفين ان اللامبرجيني بدات بجرارات وحاجات بقى. اهدوا اسمعوا السؤال للاخر، ماشي؟ فكان في بقى اول عربيه انتاجيه من لامبرجيني كان اسمها ايه؟ 2000 جي تي. هي 3000. 3000. ماشي، بالراحه علينا يا جدعان. بالراحه نكمل السؤال. طيب يلا بينا. السؤال الثالث هو ليه علاقه برضو بالافلام زي السؤال الاول. عربيه بروس وين في ذا باتمان. لامبورجيني ميرشلاجو. اجابه صحيحه. شحن التربو على الاخر. انت بايت على الافلام تقريبا.
بحب الافلام الصراحه ايوه قوي. انا بحب الافلام فشخ بس ما هو مش الافلام بقى اللي للدرجة دي. بيبقى فيها عربيه واحده ايكونيك دي بتتحفظ خلاص. هي لا، مورشلاجو رودستر كمان عشان بس يا نكمل المعلومه للاخر. كفايه علينا والله. ماشي LP 640. صح كده، الله ينور. اتفرجت على فيلم نيد فور سبيد طبعا 2014. طبعا. كان في عربيه جابت سرعه خياليه كده في الفيلم ده. قول. كونيك زجاجيرا RS. لا سقفوا لك يا جدعان. سقفوا لك يا جدعان. هتطلع عمره مش هتكسب 5 ادعوا لي بقى ادعوا لي بقى. اظن على اخر الراوند كلنا هنبقى زيرو. انت تتكلم في الافلام ما تتكلمش انتوا خلاص يعني. تسخين الراوند ده. بس تبدأوا بقول لك بقى انت في الجاي. راوندز ثانيه بتاعتك ماشي ده كده ماشي. كده. خدها منك. ايه بتاعت الصور. وبتاعت التصارع. السؤال التاني معايا بقى، شركة ماكلارين لما عملت أسطورتها الإف 1 في التسعينات استخدمت موتور من شركة تانية، الشركة التانية دي كانت إيه؟ AMG او مرسيدس. AMG او مرسيدس يعني الاثنين واحد. BMW. أوف صح سوري. شركة تويوتا عندها عربية أسطورية اسمها 2000 GT، كانت تصنيعها سنة 1967. اللي صنعوا الموتور بتاع العربية ده كانت شركة تانية، إيه هي؟ طب ما تدينا هنت البلد. ادينا اختيارات هنت احسن. البلد بس البلد. دي اختيارات، مفيش أي حد عارف اختيارات الإجابة؟ احسن. طيب الاختيارات هي سوبارو، ياماها، ولا مازدا، ولا ميتسوبيشي؟ كلهم يباني ها. ياماها. إجابة صحيحة. اجابه صحيحه. واضح كده ان مذاكر. ما عادش فيه افلام بقى خلاص يعني. السؤال ده سهل بقى، حاولوا تخلي دوك على انا الجرس. مبسوط انك انت خيشت يعني، عادي واحده واحده كده عشان بس إيه؟ بص يعني بس في الاول بس مفيش حاجه. احنا بنسال سؤال وبنبص لك يعني. ربنا يستر. يلا بينا خش يا صب. اللوجو بتاع الفا روميو بيبقى فيه تعبان كده. اللوجو ده اصلا كان شعار لمملكه. المملكه دي مملكه تاريخيه كانت تابعه لايه بقى واسمها ايه المملكه؟ روما. يعني قرب شويه تاني. هي الفا روميو قوي. انجلترا. الفا روميو ايطالي ما اصلا. هو العالم في انجلترا. لا لا هو بيتكلم على انجلترا دي ميني كوبر. هو صليب وبتاع. صليب صح. في اختيارات طيب؟ روميو. هو في اختيارات وفي اختيارات. قول بس الاختيارات ما انا مجرد ما اقولها هتعرفها. طب يبقى خلاص بقى السرعه بقى. ثانيه واحده. لا مش كده بقى. لحد 1000 صليب. هدوس. قول يا باشا. ايه ده؟ لا بس دي حاجه مش منطقيه برضه. مش عارف. طب ممكن تقول الاختيارات؟ قول اختيارات. برازيل. طب ايديكوا بقى على الجرس. روما، صقليه، ميلانو. ايوه السرعه. الحمد لله. في المحركات التربو تشارجر ايه هو الجزء اللي وظيفته انه يسرب ضغط الهواء الزياده لما تشيل رجلك من على البنزين؟ الويست جيت اللي في التربو. لا صح. اقول انا بلوف. لوف. برافو جويل. اول عربيه في التاريخ استخدمت محرك V16 في سباقات الجراند بري. هو جاي كده بيبص في ورا. لا قبل فورمولا 1 فورمولا 1 اصلا مش كان صوتها مزعج جدا. مش عارف. اختيارات طيب؟ في هو اختيارات. لازم نقول اختيارات. بوجاتي تايب 41، اوتو يونيون تايب سي، كاديلاك V16، الفا روميو. مكاتلك في 16 لا اصلا ماشي. هم سموها كده بس. بوجاتي تايب 41. لا خلاص كومنت هم اتنين اختيارات خلاص. انتوا هتعرفوا الباقي. طيب خلاص. السؤال ده ملغي على الكل. بما ان السؤال ده اتلغى وكله ما جاوبش عليه فاحنا هنقول السؤال اللي بعده. ده سؤال سهل قوي قوي. ايه البراند الصيني اللي اطلق اول عربيه انتاجيه بتطير في دبي في السنه اللي احنا فيها دي اللي هي 2026 في دبي والصين كمان الاثنين؟ طلعت عربيه وقلنا السؤال قبل كده وقلنا عربيه بتطير وحاجات كده. ما اعرفش مين اللي عملها بصراحه. حد شاف عربيه كتير قبل كده؟ عندي قصدي سؤال. عربيه بتطير ولا عربيه بتنط؟ بتنط؟ لا بتنط دي معروفه. بتنط معروفه. بتنط دي معروفه. اكيد عربيه بتطير. ما تشغلش دماغك. هي فضلت تنط لغايه ما طارت. فضلت تنط لغايه ما طارت. طب اديكوا على الجرس. واخري هسمع اجابتين، مش هلغي اسئله تانية عشان خلاص الاسئله تخلص. خليها كده يعني بص ويلحق. ماشي. تسلا ايرو ولا جوبي اس 4 ولا اير كار؟ اير كار. غلط.
هو عشان ايه بقى وهوا وبتاع. قول تاني معلش الاختيارات من الاول بقى. ولا ماشي. زي الفي 16 تسلا ايرو، جوبي اس 4، اير كار، اكس بينج ايرو. اكسبنج. اكيد اكيد يا جماعه. العلامه كده وبتاع هيعمل ايه تاني الراجل؟ اللوجو كده يعني فاهم. كفايه عربيات كهرباء انت بقى. هنا عند عموره اللي لسه بيتكلم. دي تاني كفاية عربيات كهرباء سكور والنبي. تقريبا. دي تاني اجابه تاني الجواب. بوينت ده. اول بوينت. اول اول بوينت. بوينت يا ده على عيني يا ابني. السلامة. هترجع في راوند 3 انا متاكد. السؤال ده هو فيه جواه هنت، فانا بصراحه هقسمه نصين، مش هقول الهنت الاخيره عشان هي بتتكلم على اللوجو. في براند عربيات بدا الاول بصناعه مطاحن، بعد كده ابتدى يصنع اسلحه، وبعد كده ابتدى يصنع عربيات. فحد عارف قبل ما اقول الهنت اللي هو بقيه السؤال؟ كان بيصنع مطاحن وبعد كده بقى بيصنع اسلحه وبعديها بقى بيصنع عربيات. فولكس. لا اجابه غلط. غلط. سيارة. انا ما انتوا معاكم اوبشن ان انا اكمل السؤال واقول الهنت، انا بس قلت شوف. قول الهنت طيب. طيب بقيه السؤال البراند ده اللوجو بتاعه سهمين باصين لفوق. سهمين باصين لفوق. سترون. اجابه صحيحه. انا حاسس بقى ان السؤال ده سهل عليكم كلكم. قول يا باشا. حاسس كده. عزمت كوب شركه بورشه. اللي جاي ده شركه بورشه حرام عليك يا اخي. ابعد الجرس عن الجويش بالله عليك. بتستخدم رقم 911 صح كده في معظم موديلاتها يعني. كانت هي المفروض في السنه دي 901 اول رقم. هو الفاينل ده بالذات بصراحه هيبان مين اللي كان بالحب وكده ومين اللي فعلا عنده معلومات ومذاكر. لا مين فعلا اللي انا شايف بيذاكر. ان جاويش جويش يا باشا جاي مذاكر. يا باشا جويش ده هنحطه بس عايزك تكمل بقيه الراوندات ها. ادعوا لي بس. لا راوند 3. مش راوند يا عم واثنين. والنبي انا نفسي راوند 3 دي تتلغي. بجد. نفسي. ماركه اكورا هي في الاصل الفرع الفاخر يعني هوندا ايه ده تعمل اكورا ان اس اكس. يا جماعه الراجل ده معاه اسئله. الراجل ده معاه اسئله. طب ماشي، ما هو ما بس كملش هو السؤال. هو ما اداش حد فرصه هو ما أصلاً. كملش السؤال انا عارفه. هما بقى هيعرفوا السؤال ده اصلا لان كده كده مرسيدس اللي هي 2026 جي كلاس الكتريك اللي هي الجي ال 560 ولا 580 580 ما لسه بقول لك اهو. بس انا اتلخبطت ما بينهم وبين المايبخ. فيها نظام كده بيخلي كل الفرق تلف 360. عارفينه؟ اسمه ايه بقى النظام ده؟ زرار كده جنب اللي على طول بتاع الاول ويل درايف. زرار لوحده كده. اختيارات طيب. لا مش هقوله. هو الزرار ليه اسم يعني؟ ونزل في موديلز ثانيه؟ لا هو نزل في الجي. هو ما نزلش غير في الجي الكهرباء دي. بس الكتريك بس. ده هي معروفه اصلا. اول ما كنا بنتكلم على الجي كلاس دي كنا اول حاجه بنقولها هو النظام بتاعها. هو ليه اسم مشهور كده. لا مش عارف بصراحه. اديهم اختيارات. طيب ماشي اديهم اختيارات. جي اي كيو ولا جي درايف 360 ولا جي جي درايف 360. غلط. ماشي. على فكره هو بيقول على نفس اللي هو طيب ماشي. جي اي كيو جي درايف 360 دي خلاص يعني تمام. تانك تيرن جي تيرن. جي تيرن انا دوست والله اول واحد راجع الفار. جي تيرن جويش. نظام الفانوس اللي هو مسؤول عن توقيت الصمامات ده يعني ابتكار حصري لشركه ايه؟ بي ام دبليو. اجابه صحيحه. الحمد لله على السلامه. وحشتي صوتي، انا صوتي وحشتي والله العظيم صوتي وحشتي. ايوه كده. كله بيحب بورش طبعا هو بيحب بورش. لا انا شايف وانت برضه بتحب بورش صح؟ طيب المحركات بتاعت البوكسر اللي موجوده في بورشه وفي سوبارو بتمتاز ان الزاويه بتاعت السلندرات بتاعتها كام؟ هو اللي داس الاول. انا اللي دوست. انا اللي دوست. ايوه 90. طيب الاجابه 180. لا خلاص بقى هو قال انت قلت مره 180 فلاج. بوينت ايه؟ الحمد لله. ايوه بوينت انا حسبتها 90 ما هي بالعرض برضه 90 يا معلم. ما هي 90 بالعرض. 90 لا دي كانت لا ده ثانيه يا جماعه ده مهندس الموضوع اختلف. لا 90 دي تيجي بقى الزوايا. لا ده بتاع تجاره ما اعرفش. شركه بي ام دبليو اتمنعت من تصنيع محركات الطيارات بعد الحرب العالميه الاولى، فبدات تصنع ايه قبل ما تروح للعربيات؟ موتوسيكلات. ايه؟ للاسف غلط. ايوه كانت بتصنع موتوسيكلات. لا هي اصلا بتصنع موتوسيكلات مع العربيات. اول حاجه كانت بدات فيها في الموتوسيكلات. قبل ما تصنع العربيات قبل العربيات. الموتوسيكلات كانت بتصنع حاجه بعد ما سابت الطيارات. ايه بقى؟ طب ممكن تدي اختيارات؟ ندي اختيارات. ايديكوا على الجرس. عشان كده تعرف. طبعات، فرامل قطارات، دراجات هوائيه. درجات هوائيه.
هي موتوسيكلات. هي الموتوسيكلات. يا جويش. فرامل القطارات. فرامل قصدي اول على دول على السلامه بس. احفظ الكشكول بقى ما تسرحش. خش يا زوزو. شعار شركه فولفو عباره عن دايره وسهمين اللي هم رمز الحديد، بس تعرف السهم ده باصص في انهي اتجاه؟ فوق على اليمين. فوق على اليمين. الاجابه صح. انت في الوقت الصغير. احنا كده خلصنا اول راوند وهنخش على راوند 2، بس قبل ما نخش على راوند 2 خلونا نشوف السكور. طب خلينا نبدا بمؤمن. انت اكيد عارف انت نمبر 1 بي ام دبليو. بي ام دبليو. جويش. مش عارف عايز ايه. توصل فين؟ ادعوا لي بس اكمل كده يعني. ان شاء الله. ربنا يستر. كمل كده. لا اله الا الله، بس ندعي عليا. محدش هيبقى مبسوط بصراحه. جويش 10. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عبد الرحمن تتوقع انت ايه؟ 2. وانت حافظ. مهندس يا باشا. وعمر 3 برضه. ما شاء الله. برافو انا عليك. كده حافظ السكور. مركزين يا جماعه والله العظيم. طب كده هو للاسف يعني ودعنا من الراوند 1. المؤمن بقى انت ليك عزومه برضه نشوف كده الموضوع ده. انا ما اتفاجئتش بالكرسي اللي انا قعدت عليه ده عامه، ما كانش ينفع اقعد جنب جويش برضه، ما لمستش الجرس. بصراحه جويش فاجئنا كلنا وعلى سقف المنافسه قوي قوي، يعني لو شلنا جويش من الحسبه هتلاقي ان بقيه المتسابقين ارقامهم قريبه قوي من بعض، بس هو ما شاء الله بصراحه يعني موسوعه في موضوع العربيات. الراوند الثانيه تحدي الصور. 12 صوره هيعرضهم الحكام، لكل صوره 20 ثانيه. ركز في التفاصيل، الحكام ممكن يدوك هنت يساعدك بس القرار في ايدك. لو رنيت الجرس وجاوبت غلط هيتخصم منك بار من التربو بتاعك، ولو ما حدش رن الكل هيتخصم منه. وفي نهايه اللفه صاحب اقل نقط في الصوره التربو بتاعه هيفصل وهيودعنا. كده احنا خلصنا راوند 1 وللاسف مؤمن ودعناه من راوند 1. فاحنا هنبتدي براوند 2. راوند 2 دي بالنسبه لبقيه الراوندز انا بحس ان هي اسهل راوند بجد يعني. ما تنسوش بقى اللي بيتسرع بسرعه زي جويش كده لو دوست هتتماينس، انت ممكن تطلع من البتاعه دي كلها ناشف فما ينفعش. فاهم؟ فهنبتدي بقى اول سؤال مع عبد الرحمن. هيسال سؤال خطير. اول عربيه معانا دي اتصنع منها 25 نسخه بس. العربيه هي عربيه سباق بس مرخصه تمشي في الشارع. نعرض الصوره. مرسيدس بنز CLK GTR. يا ابن اللعيبه. جامد جامد عبد الرحمن. في الصور لا هيوصل. جامد قوي. هيوصل ويعزمنا. ما شاء الله. ما شاء الله. العربيه اللي معايا دي هي ميد انجن ماشي، مستوحاه بقى من نظام الفورمولا 1 وهي عربيه كلنا بنحبها يعني، فيها ايروداينامكس مرعبه. فاعرض الصوره. انا والله مش عارف بصراحه. انا هبقى باصص عليكم انتوا الاثنين انا استون مارتن فالهالا. ماشي جامد. جويش جامد. فالهالا عالمي. لو كان على فكره هم على وزن هو صغير. المفروض انت اللي تجاوب السؤال الجاي عشان هي بالترتيب. العربيه اللي انتوا شايفين صورتها ديت هي اللي رجعت فيراري لمنصات التتويج لسباق ليمان بعد 50 سنه غياب. دي اول هند. مش متاكد، ما تبصوليش بنفس قوي. ماشي. ماشي. هو انت بتقول بعد 50 سنه، فده يعني غالبا العربيه دي اكيد الفينات واواخر الالفينات كمان، يعني اللي هو حاجه قريبه. حلو. 499 بي. تجاوز صحيحه. عامه ده نصاب وشاف. والله العظيم ابدا. عامة والله العظيم ابدا. عامة عشان ما كانش عارف يجيبها. لا والله لا، بس انا عارف ان في عربيه اللي اتعملت في اخر اللي هم اخر كام سنه دول. العربيه اللي جايه معانا دي عربيه حلبات، فيها دفع خلفي بيور، الشاسيه والجسم بتاعها بالكامل كربون فايبر مع الالومنيوم الخفيف. نعرض الصوره. دي التويوتا الجي تي الجديده. صح. جابها من غير لوجو. ماشي. فاهم؟ هي معروفه اصلا الكبوت بتاعها طويل فشخ. دي العربيه اللي بسببها اتولد قسم الام باور في الشركه بالكامل. نعرض الصوره. BMW 1M. للاسف غلط. M1. جويش. BMW M1. للاسف صح. الحمد لله. والله حرام. حرام ايه؟ ما هو اللي سبقك برضه. انا معايا دي بكرسي واحد بس، ولما تيجي تركب العربيه الكبوت كله او البكسوره كلها بتطلع لقدام. تمام؟ اعرض صوره.
مش شايف حاجه. انا دوست. ايوه لامبورجيني فيجن جي تي. يا جماعه مرعب والله، والله مرعب. انا عارف مش شايف حاجه. العربيه اللي هنعرضها دلوقتي هي كانت اسرع عربيه في العالم في وقت التسعينات لفتره قصيره. والهنت الثانيه ان هي بيميزها طولها المبالغ فيه وفوانيسها الاماميه اللي هي بتستخبى، بتنزل وبتطلع. الجاكوار الاكس جي 220. صح. العربيه اللي جايه معانا دي عملت ارقام قياسيه في السرعه والتحمل على حلبة ناردو في ايطاليا. نعرض الصوره. فولكس ناردو كان هي اسمها كده، كان هي في 12 كمان. هو احنا هنحسب له البوينت. مظبوط. العربيه اللي معانا دي الجد الاكبر للاورس وبتلقب برامبو. نعرض الصوره. انا جويش. لامبورجيني ال ام 110. ايه يا جويش؟ يا جدعان جامد جامد. موسوعه جويش. العربيه اللي معايا دي بقى اكتر عربيه متطوره تكنولوجيا في الثمانينات، تمام؟ كده كده انتوا هتعرفوها اول ما تشوفوا الصوره بتاعتها. هي سوبر كار بدفع رباعي بتتكيف على حسب الطريق، ماشي؟ اعرض صوره. بورشه 959. ايوه 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 يا باشا العربيه اللي جايه ديت عربيه كهربائيه ومعموله بتصميم الشوتنج بريك، والكرسي بتاع السواق بيتحرك بالكهرباء لنص العربيه. دي اول هنت. تاني هنت، العربيه مفيش فيها اي شاشه تقليديه، والرؤيه معتمده كليا على الاي ار او الاوجمانتد رياليتي. الايترون، او يعني هي كانت اودي حاجه كده ايترون في الاخر، بس انا مش فاكر كانت اودي ايه في النص. صح، ما هو ده الحاجه ديت مهمه. استنى عشان والله فاكرها كانت اودي عموما انا هحسب لك بوينت. الحاجه دي مهمه. العربيه اللي جايه دي بقى خفيفه جدا، البادي بتاعها كله متصنع من الفايبر جلاس. نعرض الصوره. كورفيت، شيفروليه كورفيت سي 1. ده باشا باشا يا جدعان. كانت في الاكونت دي. اخر عربيه معايا بقى وحش ايطالي بقلب امريكي، مبنيه على شاسيه دوج فايبر، محرك في 12. نعرض الصوره. الفا روميو. انت مش فالح الا في الفا روميو. لا هقول لك دلوقتي. كانت الفا روميو ايه والله كانت موجوده في الاكونت. استنى. الفا روميو بس كانت الفا روميو حاجه بقى مش مفيش حاجه اسمها الفا روميو حاجه. ده زي ايه كده؟ يا ابني مكتوب عليها. عارف؟ لا ما خدتش بالي من اللوجو، بس هي كانت الفا روميو. مكتوب عليها. هي زجاته. الفا روميو زجاتو ما اعرفش. اديله البوينت. الله. لا لا والله ما ينفع. لا ما ينفعش. طب هينقصك البوينت اللي انت خدته. العربيه اللي معايا دي معموله تكريم لسيرجيو بينينفرينا، منها 6 في العالم بس، واميز حاجه فيها ان هي ما فيهاش ازاز من قدام. اعرض الصوره. انا مونزا اس بي 2. ايه؟ مونزا اس بي 2. نو. اوبا. ماينس هنا. ماينس جوي. ماينس عند الوحش. ممكن اجاوب تاني؟ لا خلاص. عرفتها والله. خلاص. حرام يا جماعه. خلاص. طب ممكن لو ما حدش عارف اجاوب انا؟ لا خلاص بوينت تاني، ما عنديش مشكله. خلاص بوينت تاني. ها؟ لو غلط خلاص بوينت تاني. ماشي. لو قلت صح بس ارجع البوينت بتاعك. ارجع البوينت بتاعك. طب يلا. ده كده ظلم والله. طب يلا ادوس. يلا ها. اسمها فيراري جي 50. بوينت تاني ماينس. بقول لك تكريم. يعني احنا بنتكلم واحد امي سميه ب 15 بس لا خلاص ماينس 2 مش هضحي باكتر من كده يا كده. جماعه. العربيه ديت هي اتعملت كمشروع سري عشان يجربوا فيه الموتور الدبليو 16 التنفس الطبيعي اللي هو 8000 سي سي، تمام؟ وقتها كانت 623 حصان. دي اول هنت. تاني هنت، العربيه دي كانت فار التجارب لمجموعه فولكس فاجن اللي من بعديها اتولدت البوجاتي فيرون. نوريهم العربيه. اوبا. عربيه اسمها بنتلي كونسيارج او حاجه كده. اجابه غلط. بجد؟ ماينس بالعبيط هنا عند جويش. ماينس يا جميل. بس هي بنتلي. تاخدش بنتي ملوكه اهو قدام. طب ما هي بنتلي. طب ما يا جماعه اسمها كده. ماشي. لا بقى اللي بعديها ايه؟ بنتلي ايه؟ بنتي. مش هي حاجه قريبه من اللي انا قلته؟ لا 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 يا جماعه دي كونسبت، حرام عليكم لو قريبه من اللي انا قلته قولوا. لا 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 بعيده والله. ماشي.
في حد هيجاوب ولا ايه ايه؟ كونسياج دي؟ كونس بتتكلم حاجه كونسياج منصور دي. حاجه كده يعني. منسوار. طيب ما حدش من المتسابقين عرف اسم العربيه، فاللي يعرفها يكتبها في الكومنتس. العربيه دي بتتميز ان السواق بيقعد في النص لوحده، مفيش مرايه صالون، بيعتمد على المرتين اللي في الجنب. ممكن نعرض الصوره؟ ماكلارين اف 1 جي تي. يا باشا باشا باشا. احنا كده خلصنا راوند 2 ومستنيين السكور. هنشوف مين بقى اللي ودى معانا في راوند 2، مين هيكمل معانا في راوند 3. فيلا بينا نهز السكور كده بقى. احنا هنشوف سكور كل واحد فيكم. فتتوقع بقى بعد الماينس كتير اللي حصل لك ده، يعني تتوقع كده سكور كام؟ مش عارف بصراحه، مش عارف. اتماينست يعني ما انت مرتين كده جاوبت كتير، بس اتماينست مرتين في آه. سؤال، فالحسبه مش عارف. مش عارف. ماشي اوكي. تتوقع كده يا عبد الرحمن سكورك كام؟ 6 مثلا. لا انت سكورك 4. اوكي. وعمر 3 زي ما أنا. للاسف يعني. زي ما أنا. وعمر برضو 4. تمام. فللاسف انت هتودعنا في الراوند دي. تصبح على خير. جويش. جويش كده 15 يعني. اللهم صل على النبي. 15 بقى ضموا على بعض بقى زي انا كده فقدت الامل من بعد جويش بصراحه، يعني انا كنت حتى في تاني راوند انا خلاص كده هاخد، بس في سؤال عرفته قلت اما اقوله ما يضرش يعني. كنت متخيل ان عبد الرحمن هيبقى اقوى من جويش فيها، بس برضه جويش ودى معاه. وصلنا لفقرة الحسم، جولة التحدي السريع. 4 أسئلة، 4 حكام، والمنافسة ما فيهاش تراجع. السؤال الواحد ممكن يغير ترتيب المركز الأول. القوانين بسيطة وواضحة، قدام كل حكم سؤال واحد بس، يعني المجموع 4 أسئلة. السؤال عبارة عن ترتيب 4 عربيات، سواء من الأسرع للأبطأ، الأغلى للأرخص، أو حتى الأقدم للأحدث. الإجابة الصح هتدخل في رصيدك 4 نقط كاملة. لكن لو رنيت الجرس وجاوبت غلط، الحماس بيقلب خسارة، و4 نقط هيتخصموا منك فورا. ركز وخد قرارك. التحدي بيبدأ دلوقتي. كده بقى هنبتدي راوند 3، ودي راوند جديده عليهم. طبعا احنا عشان نصعبها اكتر شلنا ترابيزه، شلنا جرس، انتوا الثلاثه في جرس واحد. طبعا الاسرع هو اللي هيجاوب. معانا راوند جديده دي بقى، احنا بنجيب لكم 4 انواع عربيات، تختاروهم بقى او ترتبوهم من الاسرع للابطا على حسب كل واحد فينا. كل واحد فينا معانا سؤال، تمام؟ فاحنا هنسالكم في الراوند دي وانتوا ترتبوا العربيات من الاسرع للابطا. في واحد معاه الاقدم للاحدث. احنا بقى هنشوف سؤال كل حد فينا. ابتدي يا عبد الرحمن. قدامنا 4 اساطير هنرتبهم من الاحدث للاقدم. ال4 اللي معانا فيراري اف 40، فيراري انزو، فيراري تيستيروسا، فيراري اف 50. اجاوب خلاص. رتب. من الاحدث الانزو، وبعدين الاف 50، وبعدين قبليها الاف 40، وبعدين قبليها التستروسا. باشا عاش يا جويش. فيراري فان، بورشه فان، شغال في اي حاجه. بص بقى انتوا قدامكم بقى دلوقتي 4 وحوش من اساطير بقى للسويدي، تمام؟ هترتبهولي بقى الاسرع في زمن من 0 ل 100 لحد الابطا. حلو. معانا كونيكسيج ريجيرا، كونيكسيج جيميرا، كونيكسيج يسكو، كونيكسيج اجيرا ار. من الاسرع للابطا؟ من الاسرع من الصفر 100 لحد الابطا. ايه اسرع واحده فيهم؟ يعني بتطلع من وانزل 0 ل 100 لحد بسرعة. بقى ابطا واحده فيهم. يلا خد السؤال ده بقى. خد الريسك يا جويش. انا عارف الاسرع وعارف الابطا، اللي في النص دول هتلخبط فيه. اسرع واحده الجيسكو، بعديها الاجيرا الار، بعد كده كانت اول واحده ظهرت كان اسمها ايه؟ اول واحده قلتها خالص ريجيرا. الريجيرا، بعد كده الجيميرا ابطا واحده. ماشي ما شاء الله. ال3 غلط، ال4 غلط. بجد والله؟ لا والله بس الجيسكو العظيم. اسرع واحده. لا هي اول واحده الجيميرا، يسكو، ريجيرا، اجيرا ار. ماشي. كده 4 ماينس صح؟ اجيرا ار كانت واخده الريكورد. بس كده اطلع بره صح؟ بس برافو عليك ان انت خدت ريسك. اطلع بره لا صح؟ تطلع بره ليه؟ استنى خد لسه السؤالين اللي جنبك دول يمكن ممكن تعوض تجاوبهم. بيهم. احنا هنقول لكم 4 عربيات هايبر كارز، عايزين نرتبهم من الاغلى للارخص. تمام؟ العربيات هي بوجاتي لا فوتير نوا، واس بي اوتوموتيف كايوس، ورولز رويس لا روسا نوا دروب تيل، وباجاني زوندا اتش بي باركيتا. الروز رويز اغلى واحده، عظيم. بعديها الاس بي عظيم. صح؟ بعد كده البوجاتي، بعد كده الزوندا ارخص واحده. انت يعني قلت اول واحده صح بس.
اول ده واحده. كله ده ممكن نجربها تاني. لا لما نخلص يبقى اقعد مع الزوز وجرب. ماينس 17. اوقات بجيلي ارخص واحده صح؟ اخر سؤال في الراوند بقى. اخر 4 اساطير معانا دول ليهم تاريخ مرعب في الشارع والحلبات والرمل. انسوا الشكل والهيبه ورتبوهم من الاعلى في قوه الاحصنه للاقل. تمام؟ نقول ال4 عربيات: بي ام دبليو ام 3، فولكس واجن كونسبت جي تي اي، مازدا ار اكس 7، بورشا 911. هو اول واحده تبقى الفولكس، بعد تمام. كده على طول الجي تي ار، بعد الجي تي ار ال 911، بعد ال 911 تبقى الاركس. طيب هو غلط. تعال الحمد لله. انا بقى ماينس 8 لا كده. لا انت كده هتماينس، بس احنا ماينس عايزينكم 8. انتوا الاثنين تجاوبوا السؤال ده. حاجه احاول ماشي. اول حاجه خالص الفي دبليو الكونسبت، تمام. وبعدين تاني واحده ال 911 الدكار، وتالت واحده هتبقى مشكلة الام 346 دي موتور تعبان برضو، يعني مش تعبان، هو حلو بس انت مش فارق معاك يا ابني. انت قلبك جامد يا هو كاويش من براحتك. اول الراوند يعني. ودي يا باشا. ماشي. ممكن نقول الام 3 الجي تي ار، والرابعه الار اكس 7. سقف له سقفه جامده جدا. بطل الحلقه. طيب احنا كده خلصنا راوند 3، دلوقتي هندخل على راوند 4. فللاسف حد هيودعنا. طيب دلوقتي هنقول السكور وهنبدا من الاقل للاعلى. طبعا عمر للاسف يعني اتهور وخد الريسك، فعمر نيجاتيف 8، فللاسف هتودعنا. احييك. بعد كده عبد الرحمن السكور بتاعك 4 وبعد كده جويش مليون. السكور بتاعك يعني مليون. خلاص احنا قلبنا الصفحه وفي الورقه تقول لي طيب سكور 23. فربنا يكون في عونك يعني. خلي بالك ده اعلى واحد في السكورات يعني اللي بتحصل الدنيا. كلها ايوه في الدنيا. ايوه. دلوقتي خلصنا راوند 3 وودعنا عمر، وهنبدا راوند الفاينل. هنشوف مين اللي هيودعنا ومين الوحش اللي هياخد ال 5000 الكاش. هو انا للاسف الراوند الاولى والثانيه كانوا بصراحه الاسئله بتاعتهم ملخبطه. جيت في الراوند الثالثه الاسئله كانت صعبه خالص، طالع بماينس 8. بس باذن الله يعني ده مش حاجه توقفني، يعني باذن الله نيجي في المواسم الجايه تبقى الموضوع اقوى شويه باذن الله، ونكون عدنا واحنا مذاكرين بقى ان شاء الله. عمر خد ريسك كبير جدا وخد نيجاتيف 4. في نيجاتيف 4 الموضوع كان صعب قوي بصراحه، وحاول ان هو يساعد المسابقين، يعني كان كبش فدا تقريبا. وصلنا للضغط العالي الفاينل. اعرف 2 متسابقين وجها لوجه، ميكس من اسئله وصور وسرعه. وما تنسوش قانون الجرس عشان التربو بتاعه هيفضل مكمل لاخر لفه، هو اللي هيكسب ال 5000 جنيه. تفتكر مين بطل الحلقه؟ هنبدا الفاينل. سؤال هيكون جديد علينا. هو صوت هتسمعوه، هو سيمفونيه من محرك V8 تنفس طبيعي صافي. الموتور الوحيد اللي نزل في تاريخ الموديل ده، صوته بيبدا بجهير مرعب وبيصرخ 8300 لفه في الدقيقه. نسمع الصوت. M392. يا جدعان انا قلت الفاينل ملوش لازمه. جويش انت مرعب حبيبي والله حبيبي. احنا لو نعرف كده كنا جمعنا وجبنا لك عربيه. يا ريت والله يا ريت والله. لا حقك صراحه. الموتور ده بقى يقدر يتعدل لحد 2000 حصان، عليه صوت بقى تربو بتاعه صوته عالي قوي. فيلا بقى نسمع صوته. هجاوب انا. 2GZ GTE تويوتا سوبر. 2GZ GTE تويوتا سوبرا. ايوه هو جاب الموتور ما جابش طيب الموتور اللي احنا هنسمعه ده هو 6 سلندر، وبيلقب يعني المفروض الكود بتاعه RB26. تمام. ومشهور جدا بدفع رباعي ذكي وصوت ميكانيكي حاد جدا في الغيارات. فهنسمع صوت العربيه ونشوف هي ايه. نيسان الجي تي ار الار 32. مفاجأة دي مفاجأة دي. ده كده بقى في ريمونتادا بتطبخ. يلا بينا. اخر موتور معانا ده ملوش بساتم اصلا. توين تيربو، صوته كانه نوع يعني كانه سرب نحل،
غاضب او منشار كهربائي شغال على اعلى RPM. نسمع الصوت. نسمع الصوت. انا عايز اسمع الصوت. روتري من قبل الصوت. روتري. طب ما غلط. ايه روتري دي؟ العربيه اسمها مازدا RX 7. ده موتور روتري. حاضر ادوس اهو. مازدا RX 7 والموتور اسمه روتري. والله لا ده مش طبيعي. خالص يعني. العربيه دي بمقعد واحد بس وتصميمها مستوحى بالكامل من طيارات الاباتشي الحربيه. نبص على الصوره. لامبورجيني جيوستا. ايه يا عم في ايه يعني؟ طب هو مش كده. شكل جويش هو خش على اللي بعده. هو انت كده ازاي يا اسطى؟ بحب العربيات اعمل ايه طيب؟ كلنا بنحب العربيات. بحب العربيات قوي قوي. والله. العربيه اللي معايا دي كوبيه. جويش عارفها. ايوه. طلع العربيه اللي معايا دي كوبيه، طلع بيعدي ال5 متر واتصنعت مخصوص عشان يجربوا نوع كاوتش معين. هي قطعه واحده في العالم مستحيل تشوف منها واحده ثانيه. اقرا الصوره. المايبخ اللوند ليه؟ هي مايبخ بس نديله بوينت. الحمد لله. ماشي. العربيه اللي احنا هنشوفها دلوقتي يعتبر اغلى عربيه كلاسيكيه في التاريخ، سعرها بيعدي 70 مليون دولار في المزادات، والشركه صنعت منها 36 نسخه بس، ولازم موافقه انزو فيراري شخصيا عشان تشتريها زمان. فيراري 250 GTO. اجابه صحيحه. ده فظيع يعني. طب ايه ده والله. طب اخر عربيه معانا بتطلع من 0 ل 100 في ثانيتين بس. نعرض الصوره. انت عارف يا جويش ما عرفتهاش هلغي كل السكور اللي عندك. ده سوبر ده سوبر ام كي 5 هجينا دي ولا ده ايه ده؟ لكسس ايه دي طيب؟ ما اعرفش. هو في الطبيعه اي كونسبت بيسموه فيجن جي تي، يعني زنقنا بنسمي فيجن جي تي بس لا مش عارف. بس ماينس واحده يعني هيجي ايه يعني في ما شاء الله في بحر البوينت. يا جماعه والله العظيم بحاول عايم في بحر البوينت بالظبط يعني. طب ماشي هم بيتزنوا فهي اسمها لكزس فيجن جي تي. لا هي لكزس بس مش اللي مش فيجن جي تي. لا هي الكتريفايد سبورت 2028. ماشي واحده من نفسي. ده كان اخر سؤال في الحلقه، واظن السكور باين، بس برضه هنشوف السكور ونقول الارقام. وده كان الفاينل، ودلوقتي هنشوف مين اللي كسب يعني. طيب دلوقتي احنا معانا السكور. فعبد الرحمن 6. انت يا ابني يعني انت وقعت مع غول يعني. ربنا يعينك. لا فظيع. وجويش ما شاء الله على بعض 29. مش عارف يا ابني احنا اخوات. جامد والله يا جماعه. الف مبروك ال 5000 حبايب قلبي جدا. حبيبي والله. حبيبي والله. يلا بقى ناكل فراخ شويه. ناكل رقم شويه. لا ما شاء الله حبيبي حبيبي عبد الرحمن. ان شاء الله تعوض كده مره ثانيه. ان شاء الله يا باشا. ان شاء الله ان شاء الله مره ثانيه. الصراحه النهارده انا كنت جاي اعمل حساب ان انا اكسب، بس قابلت بصراحه غول قدامي جويش ما شاء الله عليه فظيع في العربيات. مش معنى ان انا خسرت النهارده يبقى ده معناه ان انا مش هاجي تاني، لا ان شاء الله انتظروني في السيزون الجاي بتاع تمام تربي. بصراحه الحلقه النهارده كانت قويه جدا. انا كنت متوقع ان عمر هيأدي اداء احسن من كده، بس للاسف انا اللي شفته النهارده ضايقني جدا، لان يعتبر المتسابقين كلهم مفيش حد منهم جه. انا لقيت جويش مره واحده طار. وانا بصراحه مبسوط جدا ان انا يعني اول فايز في اول سيزون للبرنامج، فدي حاجه هتفضل معلمه معايا يعني على طول. الاسئله الجديده بتاعه الفاينل دي الصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي. سؤال الترتيب ده كان مرعب، وبعد كده اتفاجئت جدا بالاسئله اللي هي ليها علاقه بصوت العربيه، اللي هو بيقول لي على صوت عربيه. دي كانت حاجه تشالنجينج جدا ان انا اسمع صوت العربيه اول واحد ادوس على الجرس واجاوب. وكانت حاجه مخيفه ان انا بلعب مع الوحوش، فاللي هو انا لو دوست الجرس وجاوبت غلط هاخد ريسك كبير جدا. بس الحمد لله في الاخر برضو ربنا وفقني.
بس وفي الاخر استنوني ان شاء الله في السيزون الجاي، بس مش هبقى متسابق ان شاء الله، هبقى جادج. ودايما ببقى عارف ان في راوند 1 مين اللي هو هيكمل للفاينل ومين اللي هو اللي هيكسب الجائزه الكبيره ومين اللي بيخيش في راوند 2 وراوند 3. والمره دي كانت باينه قوي، يعني كان باين ان جويش طالع السما والباقي كله كان متعادلين. لو كنا شلنا جويش هتلاقي كلهم نفس السكور يعتبر. السيزون الجاي ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك حبايبي، حبيب قلبي. الف مبروك. شكرا حبيبي، شكرا. فاحنا كده خلصنا سيزون 1، مستنيينكم بقى في سيزون 2. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم قريب.